هل مصر تقدر تنظم كأس العالم 2030 مع السعودية واليونان؟ أنا مصطفى الغريب ودي فيديوهات السؤال الصح. سؤال أكيد خطر على بالك بعد ما شفت حفلات افتتاح وختام كأس العالم. لو هنقارن افتتاح كأس العالم بأي حاجة عملتها مصر فاسمح لي أقولك إن إحنا كان عندنا احتفاليتين ممكن يتدرسوا عادي جدا، وهما موكب المومياوات الملكية وطريق الكباش. عظيم في الحفلين دول إن مصر رجعت فيهم لأصولها التاريخية واستعادت مجدها ورونقها وقوتها، واستغلت أهم حاجة بتميزها وهي الحضارة العظيمة اللي سابها أجدادنا. يمكن الحضارة دي كانت أهم حاجة في الموضوع، وفي دول كتيرة جدا لا تمتلك واحد على ألف من اللي مصر بتمتلكه. هي مصر عملت إيه في موكب المومياوات الملكية وطريق الكباش؟ زي دلوقتي من سنة مصر نظمت احتفالية طريق الكباش. خلينا نبدأ بموكب المومياوات الملكية بما إنه كان الأول، وهو اللي أكد وأظهر قدرات مصر التنظيمية والإبداعية، وكان ليه دلالات كتيرة مهمة. أنا عايزك كده تغمض عينك وتتخيل، هل في دولة واحدة في العالم تقدر تعمل احتفالية ب 22 موميا الملك وملكة؟ كان ممكن الموضوع ده يحصل بهدوء وبدون دوشة وهوبا يلا ننقل المومياوات للمتحف الجديد، لكن مصر فكرت بشكل احترافي وحولت الموضوع لحفل أسطوري. يمكن كان بجانب عامل الإبهار البصري والإضاءة اللي مش محتاجين كلام عنهم، كان في نقطة مهمة جدا أثبتها الحفل ده، وهو إن المصري لسه محتفظ بحسه الموسيقي وتذوقه الفني في وقت كان سيد فيه الغنى المبتذل. للأسف لقينا إن الغنى الأوبرالي وجو الأوركسترا ده اللي مش متعودين عليه لقى قبول كبير جدا في الشارع، بل وبقى الناس اللي ماشيين في الشارع أو في أي مكان مشغلين أنشودة إيزيس ومتعلقين بيها برغم إنهم مش فاهمين حاجة من اللي بتتقال، ومتعلقين كمان بلغتنا المصرية القديمة وهم مش فاهمين منها حاجة. بس زي ما بنقول كده، هو دايما الإنسان بيحن لأصله. بجانب التأثير الداخلي ده كان في تأثير خارجي أكبر بكتير، وهو إننا لقينا أخيرا الحلقة المفقودة، وقدرنا نظهر للعالم حقيقة الوضع ومدى روعة الفن المصري والحضارة القديمة. ونيجي بقى لحفل افتتاح طريق الكباش، واللي كان امتداد للنجاح الباهر لموكب المومياوات. ومصر أكدت فيه إن النجاح اللي حصل في الحفل الأول ما كانش صدفة، لكنه كان ناتج عن خطة مدروسة تم تصميمها وتنفيذها عن طريق خبراء. يمكن كفاية بس في الحفل ده إننا نقف قدام الفقرة اللي تم تنفيذها في البحيرة المقدسة ومدى الجمال والاحترافية اللي قدمناها للعالم. يعني يمكن من عظمة اللي شفناه في الحفلتين الواحد مش لاقي كلام يعبر بيه عن الموقف. هنا حد ممكن يجي يسألني سؤال مهم، وهو مش الحفلات دي اتكلفت ملايين كتيرة جدا والفلوس دي كان ممكن نعمل بيها حاجة أهم؟ أنا متفق معاك إنها اتكلفت ملايين، لكن هل تعرف مين اللي دفع الفلوس دي؟ أحب أفاجئك وأقول لك إن الحكومة ما دفعتش فلوس في الحفلات دي، واللي دفع هم الشركات الخاصة، وده عن طريق شراء حقوق الإعلانات وقت الحفل. وعلى فكرة ده اللي بيحصل في 90% من الأحداث الكبيرة. المنظم بيكتفي بالإشراف والتكلفة بتبقى متغطية من الإعلانات، وبكده الملايين ما اترمتش على الأرض، بالعكس ده جايز تكون الحكومة كمان كسبت منها. وبرضه في حاجة مهمة لازم تاخد بالك منها، وهي إن في حاجات كده تسويقية لو عملتها مش شرط إنك تكسب منها فلوس، لكن بيبقى ليها مكاسب أكبر بكتير بعدين، فمش لازم نفضل باصين تحت رجلينا. زي بالظبط صفقة انتقال رونالدو للنصر السعودي، الموضوع اتكلف فلوس كتيرة لكنه ليه مكاسب أكبر، والفلوس هترجع بطرق مختلفة. وبكده السؤال الصح، لو مصر فازت بتنظيم كأس العالم تفتكر حفل الافتتاح هيكون عامل ازاي؟ سلام.